مساء الخير عليكم، وتعالوا اقول لكم معلومه النهارده كده. كلكم تعالوا معايا بعد اذنكم. هنشوف دلوقتي المشاكل الناس كانت بتشتكي منها بالنسبه للتلج وبالنسبه للميه اللي بتنزل جوه التلاجة. عندي مثلا التلاجة دي اهو، مثلا اي تلاجة نو فروست، ادي بيبقى الشكل بتاعها كده من جوه. طبعا تلاجات الكرياز طبعا واسعه جدا زي ما بقول لكم. عامه المعلومه اللي هقول لكم تنطبق اذا كانت على كريازي او على شارب او على توشيبا او على ال جي، على سامسونج، على كل المنتجات اللي هي النو فروست. فانا هقول لكم دلوقتي الناس بتشتكي انه في ميه بيلاقوها على الدرج ده من تحت او على الرف ده من هنا كده، نازله من جوه من ناحيه البكره دي، بتبقى نازله من هنا الميه. تمام. الميه دي سببها بيبقى الفتحات دي عندنا هنا الفتحات دي. الناس في الفريزر بتحط عيش مثلا من غير ما يتربط في الكيس، فبتبقى فيه الرده بتنزل هنا، فبتقفل الفتحات دي. او مثلا لو هو سايب مثلا كيس فيه صلصه، في لحوم مثلا، وبيحطه بالميه بتاعته، بيبقى اللحوم بتبقى بتنزل ميه بدم، فبتتجمع هنا، فبتقفل الفتحات دي. الفتحات دي المفروض المروحه اللي شغاله هنا، في مروحه في ظهر المرايه دي، فالمروحه دي المفروض بتسحب الهواء من هنا وتطلعه الناحيه التانيه من هنا كده، فبتبقى دوره التبريد بتاعه التبريد المروحه دي بتبقى مقفوله، بتتقفل من السدد ده، فبالتالي الميه بتتجمع هنا في الظهر وبتنزل. يعني اهو تنزل اهي، ادي الفتحات اهي، بتنزل من الفتحه دي على الرف اللي تحت ده هنا، فبتنقط من السقف ده كده بتنزل، فبالتالي دي بتخلي الميه تتجمع على الرف ده. فعشان كده انا بقول يا جماعه، لو اي حد هيحط عيش في الفريزر فيربط الكيس كويس وما يلزقهوش في الظهر، يعني ما يخليش الكيس لازق في ظهر الفريزر، ويسيب مسافه مثلا، يبقى مثلا عقد صباع بس كده بين الكيس وبين الظهر بتاع الفريزر ده. فبالتالي ده مش هيبقى كابس على المروحه ورا، وهيخلي المروحه تشتغل كويس، وهيخلي دي ما تتسدش، تبقى الفتحات بتاعتها شغاله. معلش هنكمل بقية الفيديو. دخلت لكم على تلاجة تانية برضو. دي تلاجة برضو نو فروست اهي، دي الفتحات بتاعتها من ورا اهي، ودي الفتحات اهي. تمام. اوريكم حاجة تانية برضو، حاجة تكون اكبر. ادي الفتحات اهي. تمام. دي بيكو برضو مستوردة. ادي الفتحات اللي احنا بنقول ما تتسدش، دي اهم حاجة ما تتسدش. ما نحطش اي حاجة في الظهر من ورا تقفل المروحة، تكتم عليها، عشان هنا في ورا المراية دي في مروحة. تعالوا نشوف المعلومة التانية كمان.